تعد الأطعمة الجاهزة خياراً شائعاً للعديد من الأشخاص الذين يعيشون حياة مزدحمة. رغم سهولة تناولها ووفرتها، إلا أن بعض هذه الأطعمة قد تكون ضارة بالصحة. في هذا الموضوع سنستعرض 10 أطعمة جاهزة يجب تجنبها وما يجعلها خطرة على صحتك. أول الأنواع بهذه القائمة هو الهوت دوج أو السوسج، بيبروني، والنقانق. أين تكمن الخطورة؟ تحتوي اللحوم المصنعة على مواد حافظة مثل النتريت، والتي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون، كما أنها تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة والصوديوم، مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب. ثانياً، الحليب المجفف المحلى. نعم، قد تتفاجأ النوع حليب مجفف محلى أو حليب مكثف. أي تكمن خطورته؟ يحتوي على سكريات مضافة ودهون، مما يزيد من نسبة السعرات الحرارية. يمكن أن يؤدي استهلاكه بكميات كبيرة إلى زيادة الوزن وزيادة مستويات السكر في الدم. 3. المشروبات الغازية. مثل المشروبات غازية محلات بالسكر، حيث تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكريات المضافة والسعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أن تناولها بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان، وأيضا قد يكون له تأثير سلبي على مستوى السكر في الدم زيرة. 4. المعجنات المعلبة مثل الكعك، البسكويت، والكرواسون المعلب. تحتوي هذه الأنواع من المعجنات المعلبة على سكريات مضافة ودهون غير صحية، كما أنها غالبا ما تحتوي على مكونات صناعية، مما يجعلها تفتقر إلى القيمة الغذائية الضرورية. 5. الوجبات المجمدة. مثل وجبات الجاهزة المجمدة مثل الباستا والبيتزا، حيث غالبا ما تحتوي هذه الوجبات على مواد حافظة ودهون غير صحية، كما أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، مما يجعلها خياراً غير صحي على المدى الطويل. وهذه أهم نقطة وهو المدى البعيد، حيث أمراض العصر مثل السكر وضغط الدم وغيره أسبابها تراكمات سابقة ونمط حياة غير صحي. 6. الوجبات الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطس والمكسرات المملحة. تعتبر هذه الوجبات الخط الأول للملح، حيث تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى على المدى الطويل. 7. الحلويات الجاهزة. أهم أنواعهم الداونات وحلويات مصنوعة مسبقا. المخاطر: تحتوي الحلويات الجاهزة على سكريات مضافة ودهون مهدرجة، مما يجعلها خياراً غير صحي، كما يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل في الصحة العامة. 8. الزيوت المهدرجة. أخطر الأنواع زيوت القلي والزيوت النباتية المهدرجة. المخاطر: تحتوي هذه الزيوت على الدهون المتحولة التي تعتبر ضارة بالصحة، تساهم في زيادة مستويات الكوليسترول الضار وتقليل مستويات الكوليسترول الجيد، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. إليك هذه الدراسة، حيث تعتبر الأطعمة الجاهزة جزءاً متزايداً من النظام الغذائي الحديث، حيث تساهم في تسهيل حياة الأفراد ذوي الأنماط الحياتية السريعة. ومع ذلك يثير هذا الأمر قلقاً بشأن تأثير هذه الأطعمة على الصحة العامة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأثر المحتمل للأطعمة الجاهزة على السمنة والأمراض المزمنة. أهداف الدراسة: تقييم القيم الغذائية للأطعمة الجاهزة والمقارنة بينها وبين الأطعمة الطازجة، تحليل العلاقة بين استهلاك الأطعمة الجاهزة وزيادة الوزن، دراسة الارتباط بين تناول الأطعمة الجاهزة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وأمراض أخرى. اختيار 500 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً. شملت العينة أفراداً من خلفيات اجتماعية واقتصادية متنوعة. استخدمت الاستبيانات لجمع معلومات حول الأنماط الغذائية، بما في ذلك تكرار استهلاك الأطعمة الجاهزة، قياسات الوزن والطول لحساب مؤشر كتلة الجسم BMI، التاريخ الطبي للمشاركين لتحديد وجود أمراض مزمنة. أظهرت البيانات أن 70% من المشاركين يستهلكون الأطعمة الجاهزة بانتظام. الأطعمة الجاهزة كانت غنية بالسعرات الحرارية ومرتفعة في الدهون المشبعة ومرتفعة في السكريات المضافة ومنخفضة في الألياف. أظهرت النتائج أن المشاركين الذين يتناولون الأطعمة الجاهزة أكثر من 3 مرات في الأسبوع كان لديهم مؤشر كتلة جسم BMI أعلى بنسبة 15%، مقارنة بأولئك الذين يتناولونها أقل من مرة واحدة في الأسبوع. تم ربط استهلاك الأطعمة الجاهزة بزيادة 20%
في خطر السمنة المفرطة. أما الأمراض المزمنة 30% من المشاركين الذين تناولوا الأطعمة الجاهزة بشكل منتظم أظهروا علامات الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. زاد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى أولئك الذين يستهلكون الأطعمة الجاهزة بانتظام بنسبة 25% مقارنة بأولئك الذين يتجنبونها. ومن هنا نفهم أن استهلاك الأطعمة الجاهزة بشكل متكرر قد يرتبط بزيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة. تعزز هذه النتائج الأدلة السابقة التي تربط بين النظام الغذائي الغني بالأطعمة المعالجة وزيادة مخاطر الصحة العامة. يحتمل أن تؤثر العوامل النفسية والاجتماعية على استهلاك الأطعمة الجاهزة، حيث أبلغ المشاركون عن أن عدم توفر الوقت والطاقة لتحضير الطعام الصحي كان من بين الأسباب الرئيسية لاستهلاكهم للأطعمة الجاهزة. لا تنسى الاشتراك في القناة. دمتم في حفظ الله.